اهلا بيكم، واخباركم ايه؟ وحلقه كده جديده مع الفانتسي مع كابتن نونو موسم 23 24. حلقه النهارده الحلقه الاسبوعيه اللي احنا دايما متعودين عليها، توقعات الكمبيوتر بيقول ايه للاسبوع الرابع. وقبل ما نخش برضو على التوقعات، وزي ما احنا دايما متعودين، شويه يعني تنويهات، شويه كده معلومات، شويه دردشه عن اللي حصل في الاسبوع اللي فات، او اي اخبار خاصه باصابات او غيره. بنفكركم بالديدلاين بتاع الاسبوع الرابع، هيبقى الجمعه الجايه 1 سبتمبر الساعه 8:30 مساء بتوقيت القاهره. اول ماتش هيبقى الجمعه 1 سبتمبر الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره ما بين لوتون تاون وويست هام يونايتد. طب اللي بيسألني بقى على يعني برضو كانت جولة صعبة إلى حد ما، كان فيها خوازيق كتير. وبالنسبة لي برضو ده اللي كنا دايما بنتكلم عليه في أول الموسم أو مرحلة التحضيرات، إن أنت الموسم ده أو الكام موسم اللي فات كان فيه انديكيشن كده من خلال الإحصائيات أو من خلال اللي شفناه إن دي مواسم هجومية. فبالتالي تركز اكتر في الانفستمنت بتاعك او في البادجت بتاعت فريقك او في ميزانية فريقك على خط النص بالذات، وبعديه خط الهجوم. خط الدفاع ما تجيبش فيه بريميومز كتير، ما تصرفش فيه كتير، لان في الاخر سواء بقى بريميوم فرقة كبيرة فرقة صغيرة، يعني دايما قصة الكلين شيتس دي بتبقى يعني ايه، مش مضمونة بالذات على الفرق الكبيرة، وحتى لو الاحصائيات قالت لك كده. والجولة دي بالذات بتأكد الكلام ده، سواء بقى وولكر مع مانشستر سيتي والغلطة اللي عملها وتسببت في الجون بتاع شيفيلد يونايتد، او حتى ترينت الكساندر ارنولد والغلطة بتاعته اللي تسببت في الجون بتاع نيوكاسل، او حتى الراجل المدافع بتاع شيفيلد اللي تسبب في الجون التاني اللي مانشستر سيتي خلص بيه الماتش، او حتى يعني وايت والغربلة او سوء حالة الدفاع في الجون الاولاني بتاع فولهام على ارض اميريتس. فدي كلها بتقول لك ان انت تخلي بالك، لان انت حرام تصرف على بريميومز وي 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 وفي الاخر ما تلاقيش المردود، الا على شرط بس ان انت بتجيب مدافع وعارف ان انت جايبه عشان المردود الهجومي بتاعه، زي ما بنأكد على القصة دي. يعني بتجيب مثلا حد زي تشيلويل جيمس، او اي حد مثلا وينجر باك، او اللي هو الفول باك زي هنري او يودوجي، او اي حد من الناس دي اللي انت دايما متابعه وعارف في البوزيشن بتاعه في الملعب، او حتى من احصائياته انه هو راجل بيطلع قدام، او استوبن مثلا اللي هو من اعلى الديفندرز اللي ليه لمسات من داخل منطقة جزاء الخصم، او المدافعين اللي ليهم كروسز كتيرة، او المدافعين اللي ليهم تسديدات كتيرة على مرمى الخصم او غيره. فبالتالي انت لما تجيب اي مدافع، بغض النظر بقى هو غالي مش غالي، بريميوم مش بريميوم، حط دايما في دماغك ان انت جايبه للبعد الهجومي اللي ممكن يوفره لك، مش عشان الكلين شيتس، لان تاني الكلين شيتس مش مضمونه. المهم انا بالنسبه لفرقتي يعني برضو الافريج الاسبوع ده الاسبوع التاني على التوالي تقريبا 44 نقطه، فانا غالبا كده ملمس في الايه، في ال 44 نقطه، او ملمس في الافريج، انا جايب 43 نقطه. الكابتن بتاعي كان هالاند. عندي الحمد لله تغييرين للاسبوع الرابع، وفي ثلاثه كده يعني ثلاث اولويات بالنسبه لي في فريقي. خلي بالكم برضو يا جماعه، اللي احنا بنقوله هنا ان انت ما تعملش وايلد كارد او ما تعملش سوالف كتيره مع بدايه الاسبوع الرابع، لان بعد الاسبوع الرابع هيبقى فيه انترناشونال بريك اسبوعين. فبالتالي بعد نهايه الاسبوع الرابع هيبقى فيه ماتشات دوليه، هيبقى عندك بقى اسبوعين تشوف اخبار الاصابات، التعاقدات هتخلص اخر الويندو بتاعه الصيف، هتخلص 31 اغسطس، يعني اخر الاسبوع ده. فبالتالي كده خلاص التعاقدات هتخلص، فبالتالي القوائم بتاعه الفرق بالتعاقدات باخبار التعاقدات برضه هتخلص. بعد كده الاسبوع الرابع هيتلعب، بعد كده عندك الانترناشونال بريك اسبوعين ماتشات دوليه. فبالتالي انت دي فرصه كويسه قوي الاسبوعين ان انت تعيد ترتيب اوراقك، تشوف طب انا الفرقه تمام مش تمام، طب تغييرات استخدم تغييرات ولا استخدم وايلد كارد، طب هستخدم مين، هجيب مين، مش عارف ايه، هبيع ايه. كل دي يعني افضل ان انت ما تعملش اي وايلد كارد او تستخدم اي خواص، لان زي ما بقول لك بعد الاسبوع الرابع هيبقى فيه انترناشونال بريك اسبوعين، وبعد كده بعديها الاسبوع الخامس. فدي فترة كويسة جدا ان انت تجمع فيها معلومات، او تعرف انت هتعمل ايه بالظبط بايه، ببال رايق يعني. طيب نرجع تاني للاولويات التغييرات بالنسبة لي، انا عندي تغييرين، وغالبا الكابتن برضه هيبقى هالاند. هيلعبوا فولم هوم، فبالتالي فولم زي ما احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت من اسوأ خطوط الدفاع على مستوى الاكس جي سي او الاكسبكتد جولز كونسيد، بالذات كمان في السيت بيسز او الصراعات الهوائية او الاريال ثريتس. فبالتالي دي برضه ميزة من ميزات هالاند. اول حد بالنسبة لي انا بفكر فيه ان انا
انا ابيعه هو وايت. بالنسبه لي برضو ما كانش على المستوى المأمول، يعني بناء بقى على ان هو ما لعبش في مركزه، بقى يلعب سنتر باك، او سوء حاله الدفاع اللي هو ما جابوش غير كلين شيت في 3 ماتشات. فبالتالي بالنسبه لي بريورتي وايت، وبالذات سعره 5.5 مليون. يعني الاوبشنز اللي قدامي او الخيارات اللي قدامي هو يوديجي، واتكلمنا عليه كديفرنشال فيه قبل بدايه الاسبوع الثالث، والراجل الحمد لله لغايه دلوقتي جايب 2 كلين شيتس وجايب اسيست وعمل بيج تشانس، وارقامه حلوه جدا من لمسات داخل منطقه جزاء الخصم، بيطلع لقدام وكمان ضامن مركزه. وماتشات توتنهام الى حد ما اللي جايه كويسه، على الاقل 3 ماتشات اللي جايين. برده جافارديول واتكلمنا عليه كديفرنشال من فريق مانشستر سيتي، بالذات مع اصابه ستونز، الراجل ب 5 مليون. وعندك هنري، واللي قارناه في الحلقه اللي فاتت ما بين هنري وما بين يوديجي. وعندك كاش طبعا اللي تألق جدا وجاب جونين في ماتش استون فيلا اللي فات، والراجل ب 4.5 مليون. طيب الاولويه الاساسيه بالنسبه لي ان اغير وايت وداون جريده. تقريبا انا رايح على يوديجي، على اساس فرق السعر ده هيخليني ابجريد سواء في خط النص، او الاولويه الثانيه المهمه جدا بالنسبه لي هو جواو بيدرو على مستوى خط الهجوم. يعني مش قادر استحمل بقى ان انا قاعد على تحت ضغط ان هو طب هيلعب مش هيلعب، طب يعني لو لحق لعب هيجيب حاجه ولا لا. فبالتالي هو الاولويه الثانيه بالنسبه لي. لكن في الاخر كده لو انا بعت وايت وجبت يوديجي، مع كان عندي مثلا 200 ألف في البنك، فبالتالي أنا كده آخري إن أنا أجيب مهاجم ب6.7 مليون. فبالتالي التشويسز أو الخيارات اللي قدامي يا إما ويسا من برينفورد، يا اما الفاريز، يا اما انطونيو من ويست هام. وانطونيو يعني فرقه فايقه، السكواد حلو، وفي نفس الوقت انطونيو عامل اتاكينج ريتيرنز كويسه، وعندهم ماتش حلو قوي قدام لوتون يوم الجمعه على ارض لوتون. بس للاسف بعديها عندهم ماتشين تقال قوي قدام ليفربول ومانشستر سيتي، فلسه بفكر في القصه دي. توقعات الكمبيوتر هنشوفها رايحه في اتجاه برينفورد كناحيه هجوميه، وطبعا ويسا كناحيه هجوميه هو موبومو، فلسه بفكر في القصه دي. لكن بالنسبه لي كان نفسي قوي اجيب جاكسون، لكن مش هجيب فلوسه في الجوله الرابعه. فبالنسبه لي زي ما انا بتكلم كده جواو بيدرو ده اساسي بالنسبه لي، انا لازم ابيعه. الاختيارات كده بالترتيب هي ويسا والفاريز وانطوني. على خط النص يعني مش اولويه قوي، هو ايدزي، راجل نايم لغايه دلوقتي، كان عامل بري سيزون رائع، لكن في الاخر لغايه دلوقتي بيعمل تسديدات محاولات هجوميه، لكن لغايه دلوقتي ما ترجمش نقط، وده اللي احنا محتاجينه في الفانتسي. وكان نايم قوي في الجوله الثالثه. اعتقد ان هو برده عنده ماتش حلو قدام وولفرهامبتون او كريستال بالاس. عامه عندهم 3 ماتشات حلوين قوي اللي جايين، وولفرهامبتون هوم، واستون فيلا اوي، وفولهام هوم. اتمنى ان هو يعمل حاجه على الاقل في الجوله الرابعه. مش قادر ان انا اقول هقدر ابيعه لان ده مش اولويه بالنسبه لي. الاولويه زي ما انا قلت لكم كده في الدفاع بالنسبه لوايت، وفي الهجوم بالنسبه لجواو بيدرو. ايزي في الاخر. ولو حتى فكرت ان انا اعمل سالب وابيع ايزي، طبعا اكتر 2 او اكتر 3 ممكن افكر فيهم هما كده بالترتيب: ماديسون، وبعديه ستيرلينج، وبعديه بوين، الراجل المتالق جدا مع فريق ويست هام، عامل اتاكينج ريتيرنز قويه جدا، وارقامه هنشوفها دلوقتي في سواء في النون بينالتي اكس جي او في البيج تشانس انفولفن، ارقام قويه جدا على مدار ال3 اسابيع اللي فاتوا. بالنسبه بقى للناس يعني كان في كام سؤال كده جالنا فهنرد عليهم في السريع. اول حاجه جابرييل، خلاص يا جماعه بيعوا، ما خلاص احنا مش عارفين ايه اللي بينه وبين ارتيتا، ليه ارتيتا ما بينزلوش برغم المنطق ان هو لازم يلعب. لكن خلاص مش هنخلي واحد ب4.9 مليون دلوقتي موجود على الدكه وابقى قاعد تحت ريسك ان هو هيلعب ولا لا. طب ايه البدائل بتاعته؟ لو انت فكرت كده في حاجه بره الصندوق ممكن تفكر في تريبير. ايوه تريبير من نيوكاسل، من بدايه الجوله الخامسه تقريبا ل5-6 اسابيع قدام عندهم ماتشات لوز لوز لوز. فبالتالي تريبير واحنا دايما متعودين عليه من الموسم اللي فات لسه ما بانشي، لسه الفرقه طبعا عندها ماتشات صعبه. تريبير راجل اساسي بيبتدي على طول، سعره غالي شويه لكن برضه ممكن تجيبه من منظور هجومي بحت. فممكن تفكر في تريبير لو انت معاك فلوسه او مقتنع باللي انا بقوله. لو مش مقتنع طبعا الاسامي اللي احنا قلناها من شويه، يعني عندك يوديجي، عندك جافارديول، عندك هنري، عندك كاش، او حد من زي ما بقول لك دفاع نيوكاسل وبالذات تريبير. طيب جوستو من تشيلسي، طبعا لقطه ب4.1 مليون، الراجل جايب اسيستين في ماتش لوتن تاون، بس ما تتعودش قوي على كده لان احصائياته ما بتقولش كده، هو بس اللي كان مفوقه ستيرلينج لما ستيرلينج كمان كان فايق. انا بالنسبه لي يعني جوستو
هو ديفرنشال على المدى القريب. عارف كده لما يكون عندك صداع وهتاخد بنادول؟ يعني برضو خلي بالك جيمس مش اصابته طويله، هيرجع قريب. وفي نفس الوقت برضو انا بالنسبه لي تشيلسي طبعا ماتشاتهم الجايه كويسه جدا من بدايه، يعني خلاص عندهم 3 4 5 6 ماتشات جايين كويسين. فانا لو بفكر في فريق تشيلسي هفكر الاولويه بالنسبه لي ان انا هعمل تريبل اب مثلا، تشيلويل على خط الدفاع، ستيرلينج على خط النص، وجاكسون على خط الهجوم. فلو انا جبت جوستو في دول فانا بالنسبه لي كده كاني بستغني عن حد مهم، سواء تشيلويل دي وجهه نظري يعني. في الاخر انا بقول لك الريسك ان هو مش هيكمل كده كتير. جيمس هيرجع في نفس الوقت. هو انا مخدوع شويه في حته الاثنين اسيست، جايز اكون غلطان انا بتكلم من ناحيه احصائيه بحته، ان احصائياته كبيك تشانسز، تسديدات، لمسات من داخل منطقه الجزاء قليله قوي. لوتون تاون فرقه ضعيفه، فبالتالي مش مقياس بالنسبه لي. عمل اسيستين ب 4 مليون واساسي وبيلعب في تشيلسي، لكن ما اعتقدش ان هو هيفضل اساسي كتير. احصائياته ما بتقولش ان هو راجل هجومي. وفي نفس الوقت لو انا هفكر في حد من تشيلسي عندي اولويات اخرى، سواء تشيلويل او ستيرلينج او جاكسون زي ما احنا اتكلمنا. طيب لو انت بتفكر في ديفرنشالز او ناس من خط النص بالنسبه لك اللي انت ممكن تشتريهم، طبعا في المقام الاول واتكلمنا عليه في الحلقه اللي فاتت ماديسون، وبعد كده ستيرلينج، وبعد كده بوين، وبعد كده وورد براوز الراجل اللي ب 6 مليون ويا دوبك داخل كده سخن. وفرقه ويست هام اصلا فرقه بتاعت سيت بيسز وبتاع، فطبعا وورد براوز دخل على طول على الترس، والراجل يعني مش مقصر في اي سيت بيس واحنا عارفينه من زمان يعني. طيب اللي ممكن تفكر تبيعهم انا مش قادر اقول لك بيعه، لكن في الاخر هو تالت اغلى لعيب في الفانتسي ب 9 مليون هو راشفورد. لغايه دلوقتي هو مظلوم ان هو ما بيلعبش مكانه لغايه دلوقتي. عمل اسيستين في الماتش اللي فات، لكن في الاخر المردود اللي احنا متوقعينه اكتر. لسه عندهم كام ماتش جايين كويسين، ممكن تصبر عليه شويه. طبعا برونو واكل منه الجو. برونو زي ما احنا اتكلمنا على احصائياته، ولسه هنتكلم على احصائياته دلوقتي، واغلى واقل بنص مليون. وطبعا ما تنساش عامل البينالتيز اللي هو مع برونو. فممكن تفكر، يعني مش بقول لك بيعه، بس ممكن تفكر في راشفورد زي ما انا برضو بفكر في صلاح، لان برضو صلاح غالي قوي، والاتاكينج ريدوز او المردود بتاعه مش على قد الايه، مش على قد سعره بالنسبه لي. بس لسه بفكر في القصه دي يعني. اوديجارد برضو بالنسبه لي غالي على الفاضي، فممكن برضو يعني الاكس جي بتاعه في الثلاث اسابيع اللي فاتوا يعني الى حد ما مش مع البينالتيز اصلا. هي كانت مره كده ساكا اداها له كده محبه يعني، لكن في الاخر اعتقد برضو اوديجارد من الليست لو انت بتفكر في تبيع حد من زي اوديجر. زي ما بقول لك النون بينالتي اكس جي اي بتاعه قليل شويه. وطبعا بيدرو زي ما اتكلمنا كده في التبديلات بتاعتي ده خلاص اساسي لازم تبيعه. شويه بقى احصائيات في السريع كده ممكن تساعدك او ممكن تخليك كده تفكر في كام لعيبه كده بناء على الاحصائيات. خليني اقول لك على مستوى خط النص، يعني من الاسبوع الاولاني للاسبوع الثالث اعلى لعيبه في النون بينالتي اكس جي او اللي هو الاكسبكتد جول او معدل الاهداف المتوقعه للعيبه خط النص من غير البينالتيز. طبعا عندك بوين في المركز الاول، ايوه بوين في المركز الاول، بعديه موبومو من برنتفورد، بعديه مارش من برايتون، بعد كده لويس دياز من ليفربول، وبعد كده طبعا برونو من مانشستر يونايتد. طيب بالنسبه بقى للنون بينالتي اكس جي اي او اللي هو برضو من غير البينالتي، الاكسبكتد جول انفولفمنت او معدل التدخل في الاهداف، اللي انت لو لعيب داخل بصوره مباشره او غير مباشره في الاهداف، ده الاستاتستيك اللي هي الاكس جي اي او الاكسبكتد جول انفولفمنت من الاسبوع الاولاني للاسبوع الثالث على كل لعيبه الفانتسي بقى مش خط النص بس. برونو في المركز الاول، وبرونو يا جماعه من اكتر لعيب سواء في النون بينالتي اكس جي اي او من اكتر لعيب اللي بتعمل بيج تشانسز لزمايلها، وكمان معاه البينالتيز، فبالتالي وسعره اقل من راشفورد. واعتقد ان برضه برونو ممكن يبقى اسيت كويس قوي للي ما عندوش برونو، او حتى اللي بيفكر في تبيع برونو بلاش لو سمحت تبيع برونو. فبرونو في المركز الاول في النون بينالتي اكس جي اي، بعد كده ماديسون، بعد كده ساكا، بعد كده هالاند، وبعد كده كاش وده المدافع الوحيد معانا، وبعد كده جاكسون، وبعد كده ميتوما. طيب في الاسبوع ده لو انت بصيت كده على البيج تشانس انفولفمنت هتلاقي برضو بوين، يعني في كام لعيب كده برضو تقريبا هي نفس الاسامي اللي احنا قلناها، ودي المتالقه ودي الكونسيستنت فيه او ثابته معانا في التالق بتاعها على مدار الثلاث اسابيع، واغلبها خط نص. في البيج تشانس انفولفمنت او التدخل في الفرص الكبيره عندك برضو برونو، عندك ماديسون، عندك ساكا، عندك بوين. نخش بقى على التوقعات بتاعت الكمبيوتر للجوله الرابعه على مستوى الفرق، وطبعا منطقيه تماما الجوله دي الى حد ما واضحه بناء على درجه سهوله الماتشات او بناء على
على الاحصائيات بتاعه الثلاث اسابيع اللي فاتوا على مستوى الكلين شيتس، او اكتر فرق متوقع ان هي تجيب كلين شيتس في الجوله الرابعه. طبعا مانشستر سيتي هيلعبوا فولهام هوم، وبعد كده كريستال بالاس هيلعبوا وولفرهامبتون هوم، وبرنتفورد هيلعبوا بورموث هوم، وتشيلسي هيلعبوا نوتنغهام فورست هوم. رغم ان نوتنغهام فورست كده دايما بيلسع اجوان بالذات قدام الفرق الكبير. الراجل النيجيري، الراجل الديناصور بتاعهم ده اللي ب6.5 مليون، اللي هو المهاجم المستخبي ده، عيوني ده، الراجل ده راجل رهيب، وفي كل جوله تقريبا وبيسجل بالذات قدام الفرق الكبيره. فنخلي بالنا برضه، انا مقلق شويه من الكلين شيت بتاع تشيلسي حتى لو هو بيلعب على ارضه. وبعد كده ليفربول قدام استون فيلا، ودي برضو حتى لو هو بيلعب على انفيلد. بس احنا طبعا يا جماعه، وافتكروا الكلمه دي كويس، شفنا دفاع ليفربول ازاي ملط من اول الموسم، ودايما بنقول عليه ملط لان هو فعلا الدفاع ضعيف جدا، او نفس الغلطات بتاعت تقريبا كل ماتش بتاعت السيزون اللي فات بتتصل هي بالظبط. فانا شاكك شويه في حته الكلين شيت بتاعت استون فيلا، او ان ليفربول يطلع بكلين شيت قدام استون فيلا. ممكن يكسب، صحيح ان استون فيلا ممكن يخشب، يوناي امري بيعرف يلعب كويس قوي قدام الفرق الكبيره، بيعرف يقفل. ممكن ليفربول يكسب. عملوا مفاجاه قدام نيوكاسل، لكن للاسف ليفربول معودنا ان هو مش كونسيستنت. ممكن يلعب ماتش جامد قوي قدام فرقه كبيره، وبعد كده يخيش قدام فرقه صغيره، او يكسب بالعافيه. فعشان كده انا مقلق شويه من الكلين شيت بتاع دفاع ليفربول قدام استون فيلا، حتى لو على انفيلد في الهوم. طيب، اكتر فرقه متوقع على المستوى الهجومي ان هي تجيب اجوان في الجوله الرابعه طبعا مانشستر سيتي، وبعد كده ارسنال. وبرغم ان هو هيلعب مع مانشستر يونايتد هوم، لكن برضه حاله دفاع مانشستر يونايتد مش احسن حاجه. فبالتالي انا متوقع ان هو ماتش هيبقى فيه مفتوح، يعني جوان من الطرفين، سواء ارسنال في مانشستر يونايتد او مانشستر يونايتد في ارسنال. فبالتالي انا بالنسبه لي زي ما بقول لك كده، هيبقى ماتش مفتوح. ارسنال قدام مانشستر يونايتد، بعد كده ليفربول قدام استون فيلا، وبعد كده برينفورد قدام بورموث، وبعد كده تشيلسي قدام نوتنغهام فورست، وبعد كده برايتون قدام نيوكاسل هوم. طيب، على مستوى الاوفرول بقى بوينتس، اعلى فرق مرشح انها تجيب نقط في الجوله الرابعه: مانشستر سيتي، برينفورد، تشيلسي، ليفربول، ارسنال، وكريستال بالاس. على مستوى اللعيبه من كل خط، التوقعات بقى بتاعت حراسه المرمى عندنا ادرسون، وبعد كده جونستون. وربنا يستر بقى لان جونستون في فريقي، ولسه متعاقدين مع دين هندرسون من مانشستر يونايتد فريق كريستال بالاس. فالخوف بس ان دين هندرسون ياخد، هو طبعا ب4.5 مليون وراجع من اصابه، فالخوف بس ان هو ياخد مكان جونستون. طبعا ممكن يعدي الاسبوع الرابع، لكن هنشوف بعد كده ايه اللي هيحصل. معانا جونستون في المركز الثاني، وزي ما احنا عارفين ان كريستال بالاس هيلعبوا وولفرهامبتون هوم، بعد كده سانشيز من تشيلسي، وبعد كده فليكن. والراجل المفاجاه بالنسبه لنا واتكلمنا عليه صحيح في البري سيزون، ما كانش يعني ما كناش مطمنين له قوي، لكن بصراحه مع بدايه الماتشات وبرغم الفرص الكبيره او الشانسز كرييتد الكتيره او التسديدات الكتيره اللي بتتم على فريق برينفورد، لكن في الاخر الراجل بيطلع ببونص، بيطلع بتصديات. وفي نفس الوقت فريق برينفورد على المستوى الدفاعي من اعلى الفرق من اقل الفرق في الشانسز كونسيفد، يعني قصدي في الاخر ان هو بيتعمل عليه هجمات كتيره، لكن المردود في الاخر او الهجمات دي بتتحول لاجوان لا قليله جدا. فده مخليه فريق برينفورد من اقوى خطوط الدفاع على مستوى الدوري في اول 3 جولات. طيب، عندنا بعد كده اليسون بيكر من ليفربول، وعندنا رامزديل من ارسنال. طبعا على مستوى الدفاع وبرده معانا على طول، وانا مش فاهم هو معانا ليه، بس هو كده كده معانا ترينت الكساندر ارنولد، وبعد كده تشيلويل، وبعد كده جافارديول، وبعد كده روبن، وبعد كده روبرتسون، وبعد كده بينوك من برينفورد، وبعد كده اندرسون من كريستال بالاس. على مستوى خط النص معانا محمد صلاح، وبعد كده فودن، وبعد كده مبومو وساكا وبرونو ومارتينيلي واوديجارد وستيرلينج وماديسون وايدزي. ويا رب ينفخ في صورتك بقى ايدزي عشان صبرت عليك كتير. بعد كده عندنا على مستوى الهجوم وفارق شاسع عن تاني واحد بعديه هالاند، بعد كده جاكسون، بعد كده ويسا، وبعد كده خيسوس اللي راجع من الاصابه. وكنا اتكلمنا ان هو كده في ريسك على الناس اللي جايبه نيكيتيا، بس الحمد لله فلتوا من ناحيتين، ان هو الراجل نزل في الشوط الثاني وان هو جاب جون، بس ما تتعودوش على كده كتير يعني. بعد كده عندك الفاريز، وبعد كده واتكنز، وبعد كده اويوني اللي هو الراجل بتاع نوتنغهام فورست المهاجم اللي احنا اتكلمنا عليه اللي ب6.5 مليون، بعد كده ايزاك، وبعد كده ادواردو من كريستال بالاس. اوفرول بقى اعلى 10 لعيبه على مستوى ترشيحات النقط للجوله الرابعه: عندك هالاند، وبعد كده صلاح، وبعد كده فودن، وبعد كده جاكسون ومومو، ساكا، برونو، مارتينيلي، اوديجارد وستيرلينج. الخلاصة هنا 2 من خط الهجوم، 8 من خط النص، عندك 3 من أرسنال، 2 من تشيلسي، 2 من مانشستر سيتي، 1 من ليفربول، 1 من برينفورد، و1 من يونايتد اللي هو برونو. طيب،
لو انت بصيت على التوقعات دي هتلاقي ان التوقعات دي برضو قريبة من التوقعات من الجولة الرابعة للجولة السابعة. لو انا قلت لك كده في السريع، وهنناقش القصة دي في حلقات بعد كده، لكن مثلا انا بديك كده فليفر كده، او يعني الدايركشن رايح على فين على توقعات الكمبيوتر لاعلى لعيبة من الجولة الرابعة للجولة السابعة. هتلاقي هالاند وصلاح وبرونو وفودن وراشفورد وساكا ومارتينيلي واوديجارد وماديسون وجاكسون. تقريبا دي نفس اللعيبه، حط معاهم مثلا بوين ولا حاجه، وحط معاهم لعيبه نيوكاسل، لان من بدايه الاسبوع الخامس يعني بالنسبه لي ويست هام من بدايه الاسبوع السابع، وبالنسبه لي نيوكاسل من بدايه الاسبوع الخامس، ماتشاتهم هتبقى احسن بكتير. فبالتالي لو انت فكرت في اللعيبه دي، اعتقد دي ممكن تعمل بيها فرقه كامله، او السكواد بتاعك بالذات لو انت بتفكر في الوايلد كارد بعد الاسبوع الرابع، او بعد ما نرجع من الانترناشونال بريك. بالنسبه للاوبشنز الكابتنه في السريع ومن غير اي احصائيات والمنطق، واكتر حاجه امان، هو طبعا هالاند. صحيح ضيع ضربه جزاء، لكن عوض في الاخر وجاب جون. بيضيع كتير برضه، لكن في الاخر ما نقدرش، لان انت من ال 11 مليون اللي بيلعبوا هتلاقي 7 8 مليون مكابتنينه، فما تقدرش ان انت ما تكابتنوش. فاكتر واحد ممكن تفكر فيه كاوبشن امان للكابتنه هو هالاند، وهيلعبوا فولم هوم، واحد منطقي معانا. وممكن برضه تفكر في جاكسون على اساس انه هيلعبوا نوتنغهام فورست، واحنا عارفين ان دفاع نوتنغهام فورست على الاواي مش زي الهوم، يعني ضعيف الى حد ما، وممكن برضو شويه ضغط من تشيلسي ان هو يقدروا يجيبوا. لو احنا بنفكر في حد، بنفكر في جاكسون كاوبشن تاني للكابتنه في الجوله الرابعه. في ناس هتحب تحط حد من ليفربول، يعني ممكن تقول لي طب ما نحط ديفرنشال نونيز مثلا. طبعا نونيز احنا كنا اتكلمنا عليه في البري سيزون، الراجل كان عامل بري سيزون، لكن فوجئنا لما ابتدى الماتشات ان هو مش بيلعب كتير. اعتقد ان وجهه نظر كلوب في التشكيل الاساسي ان هو يلعب مثلا بدياز ونونيز كراس حربة صريح 9، وصلاح على ناحية اليمين. اعتقد ان هو ممكن يغير تفكيره بالذات بعد التألق الشديد او اللي حصل في ماتش نيوكاسل. لكن انا بالنسبة لي مش هقدر، هو سعره مغري طبعا 7.3 تقريبا مليون. اعتقد ان هو ممكن يبقى لقطة لو هو بس خدنا كده انديكيشن، او خدنا اي حاجة من عم كلوب ان هو الراجل هيبتدي اساسي، او على الاقل يبتدي بيه الماتشات. بس انا بالنسبة لي ما اقدرش اغامر دلوقتي بحد زي نونيز الا لما اتاكد بس ان هو فعلا هيبتدي في الماتشات اللي جايه، وان هي التركيبه اللي حصلت في نيوكاسل هتحصل تاني. بالنسبه لي الاوبشن، لو انت بتفكر بقى في اوبشنز ريسك، ممكن واتكنز قدام ليفربول، او موبومو قدام بورموث. فقعد حد يقول لي ستيرلينج، اقول له ماشي، بس خلاص لقينا حد من تشيلسي اللي هو جاكسون. فبالنسبه لي هو هالاند، وبعد كده ممكن تفكر في جاكسون من تشيلسي. اكتر حاجه امان تانية ممكن ساكا قدام مانشستر يونايتد، على اساس ان هو معاه البينالتيز، فممكن دي برضو تبقى عامل مؤثر، لان فعلا البينالتيز يا جماعه او السيت بيسز حاجه مهمه جدا لازم نركز فيها في اي اختيار لاي لعيب معانا في الفانتسي. الاثنين اللي على جنب، واتكنز قدام ليفربول او موبومو قدام بورموث. دي كده كانت حلقتنا النهارده، نتمنى تكون استفدتوا، ومستنيين اسئلتكم، وبالتوفيق وشكرا ليكم، ونشوفكم على خير.